نجمة لبنان، عرفينا بحضرتك يا فندم. أول شيء بتشكرك على المقدمة كنجمة النجوم. أنا اسمي لونا قصير، روائية وسيناريست. عندي 6 إصدارات باللغة العربية، وسابع إصدار هو باللغة الفرنسية. وطبعا لدي فيلم قصير وقد تم تنفيذه بأستراليا، والآن سيعرض التريلر للشورت فيلم، لفيلم قصير أيضا من الكتاب القميص الزهري، وهو النص بعنوان الحقيبة الحمراء. وأنا كفيلم أسرار الحقيبة الحمراء، يلي هو الكتاب هذا أصدر سنة 2014. بالتوفيق والنجاح دايما يا فنان. أنا بتشكرك من قلبي على عمل. أول شيء بتشكر جميع الموجودين، وبتشكر الأستاذ عادل. كلمينا بقى على الفنان عادل عمار، مهرجان الأوسكار إيجيبت للسينما. صح. الفنان عادل عمار هو إنسان، وهذه الكلمة نفتقدها جدا، لأنه إنسان راق بغض النظر عن أعماله الفنية ومساعدته للشباب، وهذا قليل ما نجدها الآن. يعني أستاذ عادل هو دائما داعم للشباب وداعم للفن، وبالنهاية الفن هو رسالة يلي بتصور المجتمع بكل المشهدية، كانت سيئة أو جيدة. لكن نحن بهمنا دايما انه الفن دايما مثل ما نحن هلا بنرجع بنقول الزمن الجميل. هذا الزمن الجميل مفتقدينه دلوقتي طبعا يجب ان يكرره الشباب، مثل ما نحن بنقول انه الزمن الجميل لاننا نفتقده. فاذا الفن رساله، ليس هو استعراض ولا شهره، ولا هو رساله للمجتمع. ان كان لاني انا اجمالا الفن ما بعتبره بس تمثيل. الفن في الكتابه، في الروايه، في الرسم، في الموسيقى، في الاغاني، والرساله تطلع على اجمل وجه. أكتر من كده يا فندم، أكتر من كده. تسلم. أنا بتشكرك على هالمقابلة وشكرا لكم، وإن شاء الله يا رب بتمنى لكم النجاح والتوفيق بكل مسيرتكم، لأنه مصر هي أم الدنيا، وهي يلي بتجمع دائما. وطبعا ما بدنا نحكي عن مصر والفنانين. طبعا لبنان الفن والإبداع والجمال فعلا. طبعا تسلم من ذوقك، ونتامل انا انه لبنان كمان بالوضع الحالي اللي نحن عم نصير فيه انه يرجع البلد يعني مستقر، ما حنقول غير شيء. ولانه لبنان يستحق بعد سنوات عديده من الحروب والمشاكل، وشو بدي اقول لك، مشاكل كثيره. واخر شيء بقول لكم كل محبتي لكم لمصر من لبنان، المحبه لبنان الارث. ويمكن اكيد لبنان بحبكم كمان مثل ما انتم بتحبوا. تحيا مصر. طبعا تحيا مصر. ماني انا هون عندكم، شو بدك اكثر من هيك. بتشكركم وبتمنى لكم كل